يا مساء الفل عليكم واهلا بيكم في قناة نيكست ويف، واهلا بيكم في برنامج رحلة الى المجهول. ومعاكم مي خالد والشهرة نمنم. طبعا باين كده من اسم البرنامج ان احنا هنتكلم عن كل ما هو مثير وغامض، والنهاردة هنتكلم عن حادثة اسمها حادثة ممر دياتلوف. يا ترى ايه الحادثة دي وايه اللي حصل فيها؟ حادثة ممر دياتلوف هي واحدة من اكتر الاحداث الغامضة في التاريخ الروسي، واللي حصلت في فبراير عام 1959. والحادثة دي بتتعلق بوفاة غامضة ل9 متسلقين روس، هم 8 رجالة وامرأة واحدة، خلال رحلة تسلقهم الجبلية في جبال الأورال الشمالية. لحد النهاردة تفاصيل الحادثة دي بتثير جدل كبير جدا واسع بين العلماء والباحثين. كانت المجموعة دي فيها 9 طلاب متسلقين عندهم خبرة من معهد الأورال التقني، وكانت رحلتهم هدفها إنهم يوصلوا لجبل أوتورتن، ولكن هم غيروا مسارهم لأسباب غير معروفة، وانتهى بيهم الأمر في ممر جبلي يعرف دلوقتي باسم ممر دياتلوف، نسبة لقائد المجموعة بتاعهم وهو إيجور دياتلوف. وطبعا كان مفروض إن المجموعة دي ترجع في الميعاد المحدد، لكنهم ما رجعوش، وبعتوا لهم حملة إنقاذ عشان تشوفهم هم فين، بس هم ما لقوهمش، بس لقوا المخيم بتاعهم في منطقة جبلية نائية، وإن الخيمة بتاعت المجموعة كانت متقطعة من جوه، وده اللي أشار إنهم هربوا بسرعة، حتى إنهم كمان سابوا جزامهم وهدومهم في عز ما كانت درجة الحرارة بتوصل لسالب 30 درجة مئوية، وإن جثث الضحايا لقوها في أماكن متفرقة وعلى مسافات مختلفة ومتباعدة عن المخيم، وإنهم لقوا الجثث في ظروف غريبة، ولقوا إن المعظم مات بسبب انخفاض درجة حرارة الجسم، والتانيين كان عندهم إصابات جسدية غريبة زي كسور في الجمجمة والضلوع، لكن من غير أي وجود إصابات خارجية واضحة، وإن إحدى النساء كانت فاقدة لسانها وأعينها، وده اللي أثار التخيل وخلاهم يفتكروا في تدخل خارجي أو ليه علاقة بالحيوانات المفترسة. ولقوا إن في آثار إشعاعي منخفض المستوى تم اكتشافه على بعض هدوم الضحايا، وإنهم بيعتقدوا إن في انهيار ثلجي خلاهم مجبورين على إنهم يسيبوا الخيمة وبسرعة، لكن مفيش أي دليل قوي وقاطع على وقوع الانهيار ده. وفي اعتقاد تاني بيقول إن بسبب رياح قبة كارمان، وهي ظاهرة نادرة الوجود، بتتسبب في إصدار أصوات مرعبة وبتخلي الإنسان يحس بالخوف والذعر. وفي تفسيرات علمية تانية بتقول إن تأثيرات الهلوسة الناتجة عن التسمم بغاز أول أكسيد الكربون أو الإشعاع الطبيعي الناتج من المنطقة، أو إنهم اتعرضوا لاختلال عقلي بسبب الخوف والرهبة. وقالوا إن ممكن يكون في نظريات مؤامرة زي تجارب عسكرية سرية حصلت في المنطقة دي، وإنهم استغلوا المنطقة عشان يعملوا فيها اختبارات سرية زي القنابل الصوتية أو الكيميائية. وإن بعض النظريات بتقول إنهم شافوا أضواء في السماء في نفس الليلة بتاعة الحادثة، واعتقدوا بوجود كائنات فضائية كانت سبب في الحادثة دي. وفي اعتقاد تاني بيقول إن الحيوانات المفترسة هي السبب في اختفاء الأعضاء، بس ده برضو مش بيفسر الإصابات الداخلية الغريبة والمرعبة اللي تعرضوا ليها. وفي تحقيق رسمي في سنة 1959 ما قدمش أي تفسير قاطع أو وافي، واكتفى إن في قوة طبيعية لا تقهر أو لا يمكن السيطرة عليها هي كانت السبب في الحادثة دي. وفي عام 2020 فتح المسؤولين الروسيين تحقيق في القضية من تاني، وانتهوا إلى إن سبب الحادثة كان بسبب الانهيار الثلجي، وده السبب اللي شايفينه منطقي واللي بيرجحوه وشايفينه سبب كافي، لكن في كتير بيشككوا في التفسير ده. وبقت الحادثة مصدر إلهام للكثير من الكتب والأفلام والوثائقيات. وبالرغم من الحادثة المرعبة دي، إلا إن الموقع لسه فيه ناس بيروحوه وبقى مكان للمغامرين والباحثين عن الغموض، وإن حادثة الممر هتفضل لغز غامض وبيثير التساؤلات حواليه، يا ترى إيه اللي حصل بجد في الليلة دي. وبالرغم من إن في تفسيرات علمية ومنطقية، لكن مفيش أي وجود أدلة كافية وقطعة لسبب الحادثة دي.
وده اللي بيخلي الحادثة واحدة من أكتر الألغاز اللي حيرت البشرية. تفتكروا إيه من الأسباب دي سبب كافي لوقوع الحادثة؟ وقولولي لو تعرفوا عن أماكن تانية غامضة ومثيرة عشان أتكلم فيها. ويا رب يكون موضوع النهاردة عجبكم، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتصبحوا على ألف خير.